السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي، مرحبا بكم في القناة. زواج الفنان الشعبي حجيب اللي دار واحد الضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، واللي خلى الناس بزاف يتسائلوا شكون هي العروسة، شكون هي صاحبة الحظ اللي تزوج بها الفنان حجيب، اللي قال هو ما عمرو غيتزوج وما كيفكرش في الزواج نهائيا. خليكم معايا في الفيديو حتى الاخير وغتسمعوا كلشي بالتفصيل. كما كتشوفوا هاد الصوره هذه اللي حطها حاجب هذه لمده ديال 3 ايام في الصفحه ديالو عبر مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام، واللي يعني ما كتب حتى حاجه عليها، خلاها علامه استفهام، والناس باركوا ليه. كلشي الناس الاصدقاء ديالو الفنانين قالوا له الف مبروك، الله يكمل عليكم بالخير، فرحنا لك بزاف. ولكن التساؤلات ديال الناس، شكون هاد صاحبة الحظ اللي تزوج بها حجيب؟ لأنه هو دائما كيرفض في أي لقاء صحفي أنه يتكلم في هذا الموضوع ديال الزواج. كيقول لهم أنايا ما غاديش نتزوج وأنايا ما عندي ما ندير بالمرأة. ولكن كما كتشوفوا أنه لابس الخاتم في صبعو ديال الزواج، وبزاف ديال الأصدقاء ديالو باركوا ليه. ولكن الحاجة الوحيدة اللي دارت ضجة، تساؤلاتهم على شكون مولات، يعني شكون هاد السيدة هادي تزوج بها، اللي يعني ما حط لا صورة ديالها لا حتى حاجة، وخلى هاد علامة استفهام وكيتسائلوا الناس شكون هاد السيدة هادي. هو ما ذكر حتى حاجة وما ما قال والو، وخلى الناس يضرهم راسهم كما كنقولوا يعني بالدارجة، يدوروا راسهم يتسائلوا شكون هاد صاحبة الحظ، شكون هادي وشكون هادي. وما كما كان الحال، اللي هرب للزواج هرب للطاعة. يعني الزواج ما كاينش بحاله، لان الزواج حلال. اما شي حاجه اخرى راه ربي ما كيباركش فيها. ولهذا الفنان حاجب قرر انه يكمل دينه ويتزوج. الله يكمل عليه، والله يرزقهم الذريه الصالحه ان شاء الله، وكنتمنى له حياه سعيده ان شاء الله. شكرا لكم اخواتي، والسلام عليكم.